لو انت مش عارف قيمة نفسك لازم تسيب كل اللي في ايدك وتبدأ دلوقتي تقيم نفسك. ده على مستوى العلاقات، على مستوى البيزنس، على مستوى الشغل. لازم تبقى عارف قيمة نفسك كويس جدا. كتير جدا بدخل في انترفيوهات مع ناس بيبقوا خبرات كبيرة، اوقات كتيرة جدا ممكن تتجاوز 10 سنين، وتسأله انت شايف ان انت تستحق قد ايه؟ يقولك بصراحة انا معرفش، او يقولك قول لي انت. وكتير جدا من الانترفيوهات مع ناس من الاتش ار وغيرهم بيقابل المشكلة ديت. بصراحة لو انت ما تعرفش قيمة نفسك صعب جدا ان اي حد يقدر يقيمك او يحددها. انت الوحيد اللي لازم تبقى عارف قيمة نفسك كويس جدا في السوق، او انت شايف بتقيم نفسك ازاي. وخلينا اقول لكم ايه الاسباب اللي ممكن تخلي الناس تقع في مشكلة زي دي، اللي بتخليهم مش قادرين ياخدوا قرار او يقيموا نفسهم صح. اول حاجة هي حاجة اسمها متلازمة المحتال، اللي هو حاسس ان هو مش كفء، او حاسس ان مهما كان التقييم في الموضوع لا يستحق ان هو يحط القيمة الموجودة في الماركت او الموجودة في السوق لنفسه. دي احيانا كتيرة جدا بيقع فيها ناس، خصوصا اللي هي اعتادت ان هي تعمل مهارات معينة بشكل بسيط، او لان هو اعتاد ان هو يعملها بشكل سهل. فبالتالي هو مش قادر ان هو يحط قيمة حقيقية للحاجة اللي هو بيعملها. هو شايف ان هو ما بيعملش حاجة يعني ذات قيمة. ولكن كلنا لازم نبقى عارفين ان قيمة الحاجة مش نابعة بس من كونك بتعملها بصعوبة او بسهولة، لكن هي نابعة من الطلب عليها واحتياج العميل او احتياج الاخر ليها، اللي على اساسه هيديك مقابل. حاجة تانية اللي هي fear of rejection. انت خايف ان انت تترفض، فبالتالي خايف تقيم نفسك وخايف تاخد قرار بقيمة معينة، فالقيمة ديت تجيب لك الرفض. الخوف من الرفض ذاته، مش الخوف من الخسارة او المكسب، دي نقطة تانية مختلفة. ولكن انت خايف اصلا ان انت تترفض، وده بتقابله في العلاقات وبتقابله في البيزنس. فلازم تبقى عارف ان الرفض او القبول ده شيء طبيعي تقابله في الشغل او تقابله في اي حاجة في حياتك. لازم تبقى متقبل عملية الرفض دي. سبب كمان ممكن يكون وراء عدم اتخاذ القرار او ان انت مش قادر تقيم نفسك loss aversion، او الخوف من الخسارة. هي دي النقطة اللي كنا بنتكلم عليها. في علم الاقتصاد السلوكي معروف ان الناس بتخاف من الخسارة اكتر من حبها حتى للمكسب. خايف ان انت تاخد قرار فترفع الريت او ترفع تقييمك لنفسك، فبالتالي تخسر الديل، او ان انت تقل في تقييمك لنفسك وبالتالي تحس ان انت خسرت فرق القيمة ما بين القيمة الحقيقية اللي انت كنت ممكن تاخدها والقيمة اللي انت قيمت بيها نفسك فعليا. سبب تاني حاجة اسمها self worth confusion، او في خلط بيحصل عندك ما بين تقييمك لذاتك وما بين ان انت تحط قيمة سوقية لنفسك، اللي هو بعض الناس دراميين شوية في حساباتهم تجاه انا بساوي كام في السوق. اخر حاجة هو ان انت صورتك نفسها الذاتية عن نفسك غير واضحة، ودي نقطة مهمة جدا، ودي للأسف موجودة عند الاغلب. ودي كتير جدا بيواجهها ناس بتشوفهم ان هم متعددي المهارات، وهو عنده ميول ان هو يدخل في اكتر من كارير او اكتر من مجال، وشايف ان هو عنده مهارات كافية في كل مجال. لكن في النهاية بيوصل ان هو ما عندوش صورة حقيقية عن نفسه، ومش قادر يحط لنفسه صورة على اساسها يقدر يقيم نفسه من خلالها. كل ده بيوصلنا لحاجة اسمها شلل القرار. كل ده بيحطه تحت ضغط نفسي كبير جدا، مش قادر على اساسه ياخد قرار في تقييم نفسه او في وضع قيمة سوقية لنفسه. طب نعمل ايه عشان نبدأ نقيم نفسنا صح؟ عشان اساعدك باختصار ان انت تبدأ تقيم نفسك، لازم تمسك ورقة وقلم وتبدأ تكتب مهاراتك. اكتب مهاراتك كلها اللي انت تقدر تعملها في مجال عمل معين. لو عندك اكتر من مهارة في اكتر من مجال، كل صورة لازم تحطها منفصل عن التانية. على سبيل المثال لو انت بتشتغل ترينر او كوتش في مكان وبتدرب ناس في جيم، وفي نفس الوقت شغال محاسب في بنك او شغال سوفت وير انجينير، ايا كانت طبيعة الشغل، انت لازم كل صورة او كل مجال من دول تبدأ تقيم فيهم نفسك على حدة، وما تعملش خلط ما بين الصور ديت وما بين المهارات دي في تقييمك لنفسك. الجزء التاني تكتب كل الانجازات اللي انت عملتها. اكتب الانجازات ديت تبقى واضحة، وتعمل بورتفوليو لنفسك توضح فيه الانجازات ديت عشان انت نفسك تبقى عارفها. دي هتقدر تديك صورة واضحة اكبر عن نفسك وعن قيمتك وعن اللي انت قدمته او ممكن تقدمه في المستقبل في شغلك او في الماركت بشكل عام. وطبعا بعد ما توصل لتحديد مهاراتك وانجازاتك، تقدر تقارن نفسك مع متوسطات القيم السوقية للناس الشبيهة ليك او المماثلة ليك في مهاراتك او في خبرتك.